العالم اللي داير بينا بدا كيتبدل حرفيا، وبزاف ديال الحرافي في المستقبل ما غاديش تبقى عندهم قيمه. هنا كيتطرح واحد السؤال: في المستقبل شنو هما المجالات ولا الحرافي جداد اللي غيكون لهم طلب؟ في هذا الفيديو هذا غادي نمشيو نضربوا طلع على المستقبل ونشوفوا 10 من اهم المجالات والمهن اللي غيكون عليها طلب وخدامين مزيان. الا كنتي مازال كتقرا ولا عندك وليدات وباغي توجههم لواحد المجال، هذا الفيديو هذا يقدر يعاونك مزيان. هاد الناس هادو الخدمه ديالهم كتكون هي معالجه المعلومات اللي كاينه في الانترنت. مثلا هاد الكم الهائل ديال السطوريات وديال لي بوبليكاسيون ديال المقالات وديال الهضره وديال الشاط وديال لي زيميل، هادو معلومات الا جمعتيهم وحللتيهم كتقدر توصل لواحد النتيجه. نعطيكم واحد المثال. لاول مره فين بانت القوه ديال البيك داتا اللي كانت في الانتخابات ديال امريكان في 2008. الرئيس اوباما هو اول رئيس استعمل هذا البيك داتا في الانتخابات. شنو دار؟ بالعوض ما يبدا يخسر فلوس على بزاف ديال الحملات الانتخابيه وسير هضر مع هذا، لا، هما مشاو للاناليز ديال البيك داتا، قلبوا عرفوا الناس انطلاقا من السوشيال ميديا وداكشي اللي كتكتب في الانترنت اللي ما باغينش اوباما. الوغ هذوك هما الناس اللي اتجهوا ليهم وكانوا كيمشيو كيدقوا عليهم في الدار. طق 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 طق، كتجي واحد مجموعه ديال الناس كيريحوا معاهم، وهذوك الناس بطبيعه الحال خبراء في علم الاجتماع والتواصل وكاع دوك العلوم اللي كتقدر يوصلوك انك تقرا داك الشخص اللي قدامك، وجلسوا معاهم وعرفوا علاش هما ما باغينش اوباما وقدروا يقنعوهم، لدرجه ان اوباما قبل ما يتخرج النتائج كان هو عنده 90% عارف بانه راه ناجح، انطلاقا من الاناليز اللي داروا في الانترنت وفيسبوك ادز ويوتيوب وهذوك اللعيبات كامل خدامين بهذه الطريقه، حيت هو داير الاناليز للداتا. ومني كيجي شي واحد عنده محل كيبيع التليفونات كيبيع له ديك المعلومه باش انت كيبان لك تليفون طباعة ثلاثية الأبعاد. هذا مجال كبير وكبير بزاف، والمستقبل ديالو ماشي كبير وواسع ومهريع وقدو قداش. هذا المجال داخل في المجال الطبي الصحي، داخل في المجال الصناعي، داخل في المجال الرياضي، داخل في جميع المجالات. الطباعة 3D غادي تبدل العالم ديالو بصح. مثلا في البني، شحال هادي ملي كتبغي تبني دار على الأقل كتحتاج واحد 6 شهور 7 شهور 8 شهور، وعندك بزاف ديال الخدامة وصايب لهم اتاي وكذا، وطلع وسير كاع تشوف السيما شوف كذا وبزاف ديال التبرزيط. بهاد التكنولوجيا ديال الامبريمون 3D كتقدر تبني لك دار في يومين ومقابل النهار 4 ديال الناس، ومن الفوق كتقدر دير لك اشكال هندسيه هي صعيبه انه يصايبها البناي العادي. دابا حتى الحرافي اللي شحال هذه كانوا يقدروا الناس يتخباو فيها اللي ما قراوش بزاف وكذا، وهذه حتى هاد الحرافي غينقارضوا. هذا عاوتاني واحد المجال اللي هو داخل في اي حاجه غادي تلقاه داخل فيه، هو انك تكون كتصايب دي لوجيسيال اللي كيخدموا في دي ماشين اللي كيخدموا بالواقع المعزز، اللي كيدمجوا لك الواقع ديالك اللي داير بك مع دي زابليكاسيون دي لوجيسيال تقدر تخدم بهم. الناس اللي ما فاهمينش هذا الواقع المعزز يقدروا يرجعوا للفيديو اللي درت بدايه كل شيء ونهايه كل شيء على المنتج اللي دارت ابل مؤخرا، وغادي يفهموا البلان مزيان. هاد الاختراعات هادو ديال الواقع المدمج اللي دابا راه بادين دابا اكثر من 5 سنين هما بادين. بحال دابا مثلا كانت واحد لابليكاسيون اللي كتقدر تقيس بها السبرديله قبل ما تشريها، كتشوفها كيفاش تجي، ولا الحوايج ولا النضاضر قبل ما تشريهم. بانتشار ديال هاد المنتجات اللي هي كتخدم بالواقع المعزز، بالضروره في المستقبل هاد الاجهزه غادي تحتاج ناس اللي يصايبوا لها دي زابليكاسيون باش تخدم. كيف ما كتعرفوا بان دابا الدنيا كامله غادا كتتحول باش دوز من الاوفلين للاونلاين. كان الناس كيهزوا التجاره ديالهم كيدخلوا على الانترنت، واحد الوقيته غادي تجي هنا في المغرب اننا ما نبقاوش نتعاملوا بالاوراق النقديه وغادي نبداو نخلصوا كل شيء غير بالتطبيقات. ديجا فلاشين خدامين بها وخدامه مزيان بسبب هذا لو ديفلوبمون اللي كاين في العالم كامل. هاد الناس اللي كيديروا الامن المعلوماتي اللي كتكون الخدمه ديالهم هما انهم يحميوا المعلومات ديالك الخاصه ويقادوا دي استراتيجي سواء البونوك سواء اي نظام كيف ما بغى يكون حساس. هاد الناس هادو يكون عليهم طلب بزاف وغادي يكونوا خدامين مزيان. هادو تقدر تقول عليهم السكرتيه ديال المستقبل، ولكن هذا الفرق بينهم وبين السكرتيه الفلوس. هادو كتخلصوا مزيان ديال مزيان. باش نفهموا مزيان هذا الاختصاص شنو هو غادي نعطيو واحد المثال مزيان باش تفهمني. انت مثلا عندك سيت، فكره ديال سيت ولا فكره ديال ابليكاسيون، راه ما غاديش تحتاج غير الديفلوبر اللي يكتب لك الكود ديال الابليكاسيون كيفاش كتمشى، مي كتحتاج هاد الناس الخدمه ديالهم شنو هي؟ هو انهم يخرجوا لك احسن نتيجه من الفكره ديالك في ديك الابليكاسيون. حيت بعض المرات كتقدر تلقى الفكره واعره ولكن الطريقه باش مصايبه ديك الابليكاسيون، اللون اللي مختار، التيبوغرافي باش دايرنا، الطريقه كيفاش تخدم بها كتكون كتعجزك انك تعاود تحلها مره اخرى. واكثر ابليكاسيون اللي خدمت على هذا البلان بزاف هو التيك توك. غير بصبع واحد كدير كلشي، كتلايكي كتطلع وتهبط اونغيستري تدخل البروفيل تخرج البروفيل، صبع واحد. وهذه المساله منين جات انهم ركزوا مزيان على اليوزر اكسبيرينس وعلى اليوزر انترفاس، خدمه اللي غيكون عندها مستقبل 100%. العالم كامل غادي يجي ديال الديجيتال وهذا خدمتهم الديجيتال.
خصوصا دول العالم الثالث والدول الناميه. هاد الناس اللي غيديروا هاد التخصص هذا غيدبروا على راسهم مزيان. الخدمه ديالك انت هو ان الشركات الكلاسيكيه اللي كتخدم بالطريقه القديمه ملي كتبغي دوز الاونلاين وتبيع حتى في الانترنت ولا تنقل داك السيرفيس ديال الانترنت كيحتاجوك انت، لحقاش انت هذيك خبير في هذه المساله. مثلا انت خويا ساكن في واحد الدرب، هذاك الدرب في راس الحومه كاين واحد السيد عنده حانوت لاباس عليه، عنده حانوت ديال البقاله كيبيع وكذا، وبان ليه انه خاصو يولي تا يبيع في الانترنت. الو انت غادي تولي خدمه ديالك وتجي تقول له اييه فوالا غادي نديروا واحد السيت، غادي نجيبوا واحد ديزاينر يقادنا واحد اللوغو، وراه غادي نحتاج واحد القدر ديال المال باش نديروا سبونسورينغ، غادي نصايبوا انستغرام، غنشوفوا شي حد اللي يدير لنا لا ليفريزون. انت كتكون خدمتك انك مستشار ومسؤول على انك تنقلوا من الاوفلاين للاونلاين. الاي كوميرس فيه العاقه بزاف ديال الصرف والطرطه كبيره، كيف ما قلنا في الاول ديال الفيديو كلشي غادي دابا الاونلاين. مي اللي كنلاحظ هو ان كاين بعض الناس اللي كيخرجوا كيديروا فيديوهات كيقول الاي كوميرس ما مشيش وكذا، وكتسمع القصه ديالو وكتلقاه دار واحد الاغلاط اللي الاغلبيه كيديرها. الاي كوميرس باش تبداه ما غاديش تكفاك انك باغي دير الاي كوميرس وصافي تكون عندك الفكره باغي دير الاي كوميرس. الاي كوميرس كيطلب منك بعض المهارات اللي خصهم يكونوا عندك. يعني مثلا الا قلنا الاي كوميرس كيحتاج لواحد 6 المهارات، خصك انت تكون كتميتريزي 4 كطحنهم، وجوج اللي بقاو عندك بهم معرفه. اقل مهاره خصها تكون عندك هو انك تكون كتعرف تصور برودوي مزيان، تعرف تصايب له فيديو اوريجينال مزيان، وتعرف دير حمله اعلانيه. وواخا تكون كتصرع هذا الشيء كامل، كاين واحد الحاجه اللي هي مهمه، واش الكاركتير ديالك كيستحمل انك دير الاي كوميرس. عندكم مثلا انا جربت الاي كوميرس ونوريكم الرقم اللي درته في 3 سيمانات الخدمه. رقم زوين، هو رقم متواضع، 3 مليون ونص ولا 4 مليون، هو رقم متواضع مقارنه بالناس الاخرين. شحال كيدخلوا، شحال خدمني ديال الوقت؟ سيمانه. ولكن شنو اللي خلاني نحبس هو ان الكاركتير ديالي ما كيستحملش انني ندير الاي كوميرس. ما قادرش مثلا نفيق شي كوموند صيفط لشي بلاصه ضربت عليها تماره ومولاها ما يبغيش ياخذها، ولا شي واحد نعيط له في التليفون وهو مفاطح وانت معصب خصك باغي تفاليدي معاك سميتو كيتبعك عليك، شي واحد دير معاه تخلصوا باش يصايب لك واحد الحاجه انت تبيعها وما يصايبهاش لك في الوقت. انا كاركتير ديالي ما كيستحملش هادشي، وعاد ثقب اسود. راه ملي كتفيق وانت في العطاش وانت كدير فيه فلوس بصح اللي تقدر مشى تصوفي راسك، تصوفي داركم، تصوفي دربكم كامل. ولكن واش انت خلاقيتي باش دير هذيك الخدمه؟ هذه اهم حاجه خاصك تفكر فيها قبل ما دير الاي كوميرس ولا تبغي تجرب الاي كوميرس. واحد السؤال غيجيني هو شحال باش دخلت هاد الفلوس؟ خدمني سيمانه ديال التعلام بديت ب 600 درهم، ماشي دوبلتها، ولكن الناس اللي كنت كنتعامل معاهم ملي شافوني كنخرج بزاف ديال السلعه ولاو كيرخيوني، ما كنخلصش حتى كنبيع ونعطيهم حيت عرفوني كنبيع. ولكن حبست حيت ما لا تقريبا داخل في كاع المجالات اللي دوينا عليهم من قبل. شنو هو النانو تكنولوجي؟ هي واحد لا تكنولوجي اللي كتعامل مع الاجسام والهياكل على المستوى النانومتري. فهمتوا؟ انا ما فهمتش. واخا سيدي، 1 نانومتر يساوي مليار جزء من المتر. بشرح اخر هو مثلا السمك ديال الزغبه ديال راسك شدها وقسمها 100,000 مره، هذيك النتيجه اللي عطاتك هذاك هو النانو. الوغ هاد لا تكنولوجي دي كتعامل مع جسيمات صغيره بزاف. علاش؟ باش يبدلوا الخصائص الماده. مثلا هاد الثوب هذا من الخصائص ديالو الا كبيت عليه الماء غادي يشرب الماء. نقدر باستعمال النانو تكنولوجي انني نبدل الخصائص ديال الجزيئات اللي كتكون هاد الثوب هذا ونردو ما كيشربش الماء ولكن كيخليه على برا. السحر معلم فاسكم والله كنت مطنق في الفيزيك. حيت علاش كانوا كيقريونا الفيزيك وما عارفينش علاش كان شنو هو داك الدرس لاش لايق، كيقريو لنا وصافي. ملي كبرت لقيت بان الفيزيك والكيمياء هما اكثر جوج حوايج ممتعين تقرا عليهم. هاد المساله هذه اش كنقول لكم بان راه كبيره بزاف، غادي تقدر ديفلوبي مجالات ما لا نهايه. وانا كيبان لي اكثر مجال اللي غادي يتنفع المجال الصحي. تخيل معايا انه يديروك واحد الشريحه قد حبه الرمله تقدر تعلمك بان تقدر تجيك ازمه قلبيه قبل بجوج سوايع، كتصيفط لك ميساج في التليفون كتقول لك فلان ما راك وسير للكلينيك راه تقريبا توقع لك. مثلا انهم يصايبوا واحد الجسيمات صغار اللي الخدمه ديالهم انهم يديروا واحد لوبيراسيون حساسه للعين الواعره بزاف ديال بصح، انهم يديفلوبيو روبوات اللي مثلا الناس اللي عندهم شي مرض خبيث بعود ما ياخذ واحد الدواء اللي باش يعالج واحد البلاصه يقدر يادي اجهزه واحده اخرى، لا داك الروبو كيهز داك الدواء وكيمشي حتى للورام ولا كيمشي حتى للمرض وكيعالجه هو بوحده بلا ما يقيس شي حاجه اخرى. الناس اللي يقدروا يخدموا في هذا المجال عندهم مستقبل كبير ومهم جدا 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 جدا.
بسبب البشر وهذاك الشيء اللي درنا في الكره الارضيه، الدمار وداك الثقب الاوزون اللي تقبناه وهاد الكوارث اللي درنا كاملين. هذا المجال هذا ولات عنده واحد البلاصه كبيره ومازال بلاصتو غادي تكبر مع الوقت. الطاقات المتجدده والنظيفه هي مثلا الطاقه الشمسيه بحال المشروع اللي دار سيدنا هنا في المغرب، مشروع نور، طاقات الرياح، طاقه ديال المياه، هادو كلهم طاقات نظيفه ما كتاديش الطبيعه ملي كتخدم بها، ماشي بحال المازوت واليسانس ملي كتخدم بديك الطاقه ديالهم مرات كتادي الطبيعه. واكثر طاقه متجدده ونظيفه اللي نهار شي دوله من الدول غادي توصل انها تتحكم فيها، تحكم العالم، هي طاقه الجاذبيه. طاقه ما كتساليش، موجوده بالهبل. الوغ اي نظام يقدر يوصل انه يحل السر ديال الطاقه الجاذبيه غيحكم العالم. الشمس كتكون بالنهار وكتمشي بالليل، الريح مره تكون مره ما تكونش، القوه ديال الاندفاع ديال المياه بعض المرات عاوتاني كيقدر يوقع جفاف، يقدر يوقع بزاف ديال الحوايج. من الطاقه ديال الجاذبيه ما كتساليش ونظيفه 100%. هذا المجال كبير بزاف، يعني ماشي بالضروره تخدم في المجالات ديال الطاقه، راه تقدر تكون مهندس معماري ديال المباني صديقه للبيئه، بحال مثلا المبنى ديال ابل تبنى بواحد الطريقه اللي ما يستهلكش طاقه بزاف وانه يقدر يكون مضوي النهار كامل وبزاف ديال اللعيبات. الوغ هذا المجال كبير وصغير انك تلخصو في مثال ولا جوج. ما احتاجش نقول لكم بانهم داخلين في كل شيء. اللي بغى يعرف التفاصيل اكثر على الموضوع ديال الذكاء الاصطناعي كاين واحد الحلقه سميتها الذكاء الاصطناعي من سلسله المستقبل اللي ما قراوناش، كنهضر عليه بالتفصيل مزيان. المهم الذكاء الاصطناعي ما كيحتاج نشرحه وما كيحتاجش نقول لكم مجالات اللي داخل فيها، راه داخل في كل شيء. راه مؤخرا في اللقاء اللي داروا الامن المغربي المستجدات الامنيه ديالهم هو انهم باستغلال الذكاء الاصطناعي يقدروا يقضيو على الشغب اللي كاين في التيران، وهذه حاجه مزيانه ان اي واحد دار واحد اللعيبه وسط التيران يوليو يعرفوا يجبدوه بسبب انهم جابوا ناس اللي كيديفلوبيو هذا السيستم. اللي بغي نقول لكم في الاخر ديال هذا الفيديو هي لا تكنولوجي جديده كيقضيو على حرف، ولكن هما في نفس الوقت كيخلقوا لنا حرف جديده. يعني مثلا في القرن الماضي كان كلشي خايفان من دوك الروبوات اللي كيخدموا في الوزينات، داك الروبو الغبي اللي كيهزوا، كانوا الناس كيقولوا واو غياخذوا لنا بلاصتنا والبطاله. ولكن اللي بان من بعد هو العكس، هو ان هذوك الروبوات خلقوا مجال الخدمه الناس واحد اخرين مثلا اللي غيديروا لا مانتونونس، اللي غيصايبوا البروغرام، اللي غيديروا الماركتينغ لهذوك الروبوات. خلقوا واحد الخدمه وهي راه غادي تكون ضحيتي بواحد الناس اللي كانوا مستوى التفكير ديالهم واقف عند ديك الخدمه، ضحيتي بهم، عندك مع الطبيعه دايره بحال هكا عندك ما دير. ولكن راه في المستقبل صايبتي ناس مؤهلين فكريا انهم يديروا واحد الحرافي جداد. واخا هاد اللعيبه ما نقدرش نطبق على الذكاء الاصطناعي 100% حيت مازال ما عرفناش شنو رده الفعل ديالو، شنو هو التطور اللي يقدر يوصل له، حيت هو لحد الساعه اوكي مزيان لا عمرها دار، ولكن الا زاد فوق هاد اللعيبه اللي كاينه دابا تقدر الهضره تلوحها في دار وتزبل، ما غيكونش عندها شي قيمه. وحاجه اخرى، الا عجبك شي مجال من هاد المجالات وعندك ولادك، اللي غادي نوصيك هو انك ما تبززش عليه واحد من هاد المجالات حيت بانوا لك خدامه في المستقبل. حاول انك ترشدو اكثر من انك تسيطر عليه، وقبل ما انك ترشدو لواحد المجال معين عرف شنو هو النوع ديال الذكاء اللي عند ولدك، حيت كل ميتيه من هادو متعلقه بواحد النوع ديال الذكاء معين. وباش تفهموا هذا البلان مزيان كننصحكم تقراو هذا الكتاب هذا باش تعرفوا توجهوا ولادكم، حيت الا عرفتي نوع الذكاء اللي عنده ملي غادي توجهوا لواحد الطريق يحس بالمتعه، ملي يحس بالمتعه يدير فيها عقله مزيان، ملي يدير فيها عقله مزيان غادي يتقنها، وملي غادي يتقنها غادي ينجح فيها، وملي غادي ينجح فيها غتبدا مرحله الابداع لحقاش هو ما كيحسش بالالم هو كيديرها. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم بزاف. سمحوا لي بزاف على هاد الانرجي اللي عندي اليوم، كنصوروا انا عيان شويه. ما تنساش انك تدخل عندي الانستغرام وانك دير لي ابوني في القناه ديال اليوتيوب ديالي اللي هي نبيل بثلاثه ديال لي اي. ولا عجبكم هذا الموضوع هذا راه كاين بزاف ديال لي ميتي، انا ذكرت غير 10، راه مازال 10 واحد اخرين. الا عجبتكم هذه الحلقه ولقيت التفاعل ديالكم مزيان غنديروا الجزء الثاني. والى هنا والهكم واحد، نتلاقاو في الحلقه الماضيه.